عليكم. وحشتوني. بشرى عظيمة لأهالي شعب دمياط. أفرح قلبكم وعندي خبر لكم يسركم. الحاج شريف الزلاط فتح محل جزارة على الكوبري في دمياط وبيبيع اللحمة بالقسط. المطلوب هتجيب صورة البطاقة بتاعتك وتمضي وصل أمانة وهتدفع 50 جنيه مقدم وكل أسبوع 20 جنيه. وهو ما بيزودش حاجة، ماشي بما يرضي الله، ما بيقبلش ربا. يعني الكيلو ب 280 هيدولك 280، هتدفع 50 مقدم يتفضل عليك 230. كل أسبوع 20 جنيه بس تجيب صورة البطاقة بتاعتك وطلب وصول أمانة على بياض، وما تخافش من حاجة. ورقك في الحفظ والصون. وآخر قسط هتدفعه لك حتة عظمة هدية تعملها شوربة بالفتة بإذن الله. بشرى عظيمة لأهل شعب دمياط الكرام، ما تقلقوش من حاجة. حاج شريف الزلاط رؤوف بالناس وفتح محل لحمة على الكوبري وبيمس على أهل دمياط، وبيقول لكم اللي عايز لحمة بالقسط مطلوبش صورة البطاقة بتاعتك وتلات وصولها على بياض. تخلص آخر قسط تاخد التلات وصولها بتوعك وصورة البطاقة بتاعتك ومفيش مشاكل. بس هو عنده مبدأ، يقدرك تقدر، مفيش أسبوع تقول له مفيش قسط. تيجي أسبوع تتعذر أو كان أو ماني هو بيزعل، لأن هو معاملته زي أمير السيف كده. العنوان بتاعه على الكوبري حاج شريف الزلاط. واهلا بكم في اي وقت. المواعيد شغال الاثنين ان شاء الله، الاثنين والاربع والخميس والجمعه برضه. ومواعيد العمل من 9 الصبح ل 12 بالليل. واهلا بكم ومرحبا بكم في اي وقت. سلام عليكم. هلم اجرب. مش قلت لي هتلمي لي جمعيه يا ام شيماء؟ ما لميتهاش يعني، ولا وادي وش الضيف ولا رديتي عليا. ما تحرجنيش مع الناس بقى يا ام شيماء. بقول لك بقى على رمضان خلاص، شهر ونص اهو. لميتيها؟ طب حلو، انا الاول بقى. لا مش انا الاول. ليه مش انا الاول؟ ام عبير عايزاها في ايه؟ ام عبير لا حول ولا قوه الا بالله. لا اله الا الله يا رب. لا اله الا. لا الواحد يشوف بلاوي الناس تستهون عليه بلوته. حول ولا قوه الا بالله. لا اديهولها، هي اولى. لا طالما هتشتري رز. لا طالما رز لا عارفه لك انت لو هتشتري زيت ولا كده اقول لك دي رفاهيات، لكن رز لا خلاص. لا اله الا الله، ربنا يسترها على الجميع يا رب. انا بعدها بقى خلاص، انا هشوف اي حد من حبايبي اميل عليه كده هون، اشوف بقى يسلفني اعمل صينيه المكرونه وخلاص. ماشي يا ام شيماء، اللي فيه الخير بقى يقدمه ربنا. هبعتلك بقى اول اسم مع الولع ما. خلاص ماشي. زي ما قلتلك هتقبضيني 30,000. ابيض يا ام شيماء، ال 30,000 يعملوا ايه؟ خلاص مش هحط بيض على الوش، خلاص مش مشكله. بخليها كده بشاميل بس، مش هحط بيض ترى عشان 30,000 يكفوا. ماشي يا حبيبه قلبي، في رعايه الله. سلام يا ام شيماء، مع السلامه. ربنا يعين بقى الواحد بقى. شوف بقى، انا اقدم بقى على قرض بقى عشان اجيب البلح ولا ايه؟ شوف صندوق النقد يمكن يرضى يديني. اقول لهم ان اسمي ياسر جلال. اما اكلم المعلم ريشه تودوني في داهيه. كاكي 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 كا ايه اللي قلتوني انت حط؟ الو يا معلم ريشه، عامل ايه اخبارك يا اخويا؟ لا الحمد لله انا كويسه. انا زعلانه والله. لا والله زعلانه. لا يا اخويا بس ما تاخدنيش في دوكه. لا انا مقدمه يا معلم ريشه على فراخ القرعه، لحد دلوقتي القرعه ما جاتليش. لا كنت مقدمه على صدر وجناح. الفوق ده امتى؟ في عيد ايه يا معلم ريشه؟ داخلين على رمضان يا اخويا. لا
ده انا قلت يعني هتعمل لي برضك تقدرني كده، هو نستكملني انا زبونتك تسيبني للاخر؟ لا ده ما فيه ايه، لا وكل الشروط متطابقه عليا. والله ماشيه جنب الحيطه. الحمد لله يعني الحمد لله يعني مش عايزه اتكلم. لا يا معلم ريشه، طب انا الفوق بتاعي امتى؟ اول فوق هتحصله امتى يعني؟